النهاردة هنتكلم عن مدرب جه الأهلي في وقت الجماهير كلها كانت عايزة اسم عالمي تقيل. اتقال وقتها إن الأهلي قريب يتعاقد مع لوتشيانو سباليتي، بس فجأة لقينا اسم جديد طالع، رينيه فايلر. ساعتها كل الناس كانت بتسأل مين الراجل ده وجاي يعمل ايه في الأهلي. خلونا نحكي القصة من الأول للآخر. رينيه فايلر مدرب سويسري اتولد في 13 من سبتمبر 1973 في زيورخ. لعب كورة زمان كمدافع في أندية متوسطة في سويسرا، بس مسيرته كلاعب ما كانتش طويلة قوي بسبب الإصابات. بعد الاعتزال قرر يدخل مجال التدريب. اشتغل في فرق صغيرة الأول، بعدين مسك منتخب سويسرا تحت 15 سنة، ومنها بدأ اسمه يبان شوية. فايلر درب نادي أراو في سويسرا، وبعدها راح نورنبرج الألماني وحقق معاهم نتائج محترمة في البوندسليجا 2. بعدين راح أندرلخت البلجيكي، وهناك قدر يحقق الدوري البلجيكي وكاس السوبر سنة 2017، وده كان أهم إنجاز في مسيرته قبل ما يسمع اسمه جمهور الأهلي. لما الأهلي أعلن التعاقد معاه في 2019 كان في حالة جدل كبيرة. الجماهير قالت هو مين المدرب المغمور ده، وإحنا كنا مستنيين سباليتي. لكن الحقيقة إن فايلر بدأ مع الأهلي بداية نارية. أول ماتش ليه كان قدام كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا، وكسب الأهلي بخماسية، ومن هنا بدأت الانطلاقة. فايلر عمل أرقام قوية جدا مع الأهلي. الفريق في عهده لعب 31 ماتش، فاز في 25 وتعادل 4 وخسر ماتشين بس. سجل الفريق تحت قيادته أكتر من 70 جول، واستقبل عدد قليل جدا، وده خلى الإعلام يطلق على الأهلي وقتها لقب الفريق اللي لا يقهر. فايلر اعتمد على بناء فريق منظم قوي هجوميا ودفاعيا. ركز على عناصر زي أجاي وحسين الشحات والسولية وديانج، وطور أداء ناس كتير في الملعب. لكنه برضو دخل في شوية مشاكل مع بعض اللعيبة، وتصريحات خرجت عنهم إن شخصيته كانت صارمة زيادة عن اللزوم. ومع ذلك فضل مكمل في تحقيق البطولات لحد ما الدنيا اتقلبت بسبب كورونا، ومع توقف النشاط الرياضي العالمي. فايلر حب يرجع لسويسرا علشان يكون مع أسرته. النادي حاول يخليه يكمل لكنه رفض، وده كان السبب الرئيسي في رحيله عن الأهلي في سبتمبر 2020. جمهور الأهلي كان شايف إنه لو الظروف مشيت طبيعية الراجل ده كان ممكن يبقى أسطورة تدريبية في النادي، لأنه فعلا كان ماشي بخطى ثابتة وساب بصمة كبيرة في فترة قصيرة جدا. وده اللي بيخلي الناس لحد النهاردة تفتكر تجربة فايلر وتقول يا ريت الظروف كانت مختلفة.